نعم، الأطفال والنساء والشباب في قطاع غزة يعني أسمى أمانيهم الشهادة ونيل الشهادة في سبيل الله. يعني أسمى غاية يعيش عليها الإنسان هي الدفاع عن الوطن والتمسك والتشبث بالوطن والمقدسات. فلسطين أرض مباركة، يعني التنازل عنها أمر معيب جدا، وبالعكس يعني الشهادة هي مطلب كل فلسطيني حر وكل مسلم. هي أسمى غاياتنا. الشهادة في سبيل الله يتمناها الجميع، ومن نجا مثلي من حرب غزة يتساءل لماذا لم يصطفيني الله عز وجل شهيدة في سبيله. نحن نتمنى الشهادة ونسأل الله عز وجل أن ألا تقبض أرواحنا إلا شهداء. الشهادة هي مطلب في قطاع غزة، الشهادة هي أسمى ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان، هي وسام شرف، هي جنة عرضها السماوات والأرض صراحة. يعني وهذا السر وراء صبر الغزيين. يسألوننا كيف أنتم صابرين، يعني تفقدين عائلتك، أولادك، أمك، أبيك أمام عينك، إخوتك، أولادهم، زوجاتهم، يا لله ضرك كيف تصبرين، وما هذه القوة التي تمتلكينها؟ أقول إنها قوة العقيدة. أقول إنهم وبكل شرف نالوا شهادة، هذه الشهادة أتمناها ويتمناها كل مسلم. هذا ما يصبرنا حقيقة. ويعني من مات شهيدا فقد ظفر، والحمد لله رب العالمين. القدس والمسجد الأقصى من المقدسات التي يجب على كل مسلم حر متمسك بدينه وعقيدته أن يدافع بكل ما أوتي من قوة من أجل نصرة المسجد الأقصى وتحريره. يعني أنا أقول الآن ونحن في شهر رمضان وبعد سنوات من احتلال اليهود للمسجد الأقصى، أقول لماذا لم يتحد المسلمين لتكون هناك صلاة تجمعنا في المسجد الأقصى في رمضان، يتوافد آلاف المسلمين من كل مكان ليصلون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى. لماذا المسجد الأقصى مقيد؟ لماذا المسجد الأقصى عليه حراسات من اليهود؟ لماذا هو محتل؟ لماذا نمنع من الوصول إليه ونحن نملك الجنسية الفلسطينية؟ يعني بكل أسف هذا مؤسف جدا عندما نجد أنفسنا بكل أسف يعني ممنوعين من دخول المسجد الأقصى أو السفر إليه أو حتى يعني الذهاب إليه. حتى كان قبل الحرب يسمح فقط لكبار السن حتى وفق شروط صعبة ويعني دقيقة، ولكن الآن نقول أما آن لنصرة المسجد الأقصى، أما آن للمسلمين بأن يستيقظوا فعليا من أجل نصرة المسجد الأقصى ليحرر. وبإذن الله هذا وعد الله عز وجل، لقد وعد الله عز وجل عباده بأن يحرر المسجد الأقصى، وسندخله بإذن الله تعالى مرة ثانية إن شاء الله تعالى مرفوعي الرأس، ونصلي بإذن الله تعالى جماعة في المسجد الأقصى. اللهم أكرمنا صلاة في المسجد الأقصى جميعا يا رب إن شاء الله. مستقبل غزة الآن مجهول. أقول غزة الآن أنا أرى من وجهة نظري هي أشبه بوليمة يتهافت عليها الجميع لكي ينهشوا ويكمل عليها ما عانته وما شهدته من آلام. الآن مستقبل غزة مجهول بكل أسف. تارة يهدد الاحتلال برجوع الحرب مرة ثانية إلى قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الأخلاقية والإنسانية في قطاع غزة. مستقبل صراحة يعني غير آمن الآن، الظروف يعني غير آمنة، لربما نرى أن المستقبل غامض. الاحتلال لا يريد أن يهنأ قطاع غزة بالحرية والسلام والأمن والأمان، يريد الاحتلال أن يقبض على قطاع غزة، يخنقه خنقا، استمرار الحصار لسنوات طويلة، وتوافد المحتلين بخناقهم لقطاع غزة وقراراتهم التعسفية لسكان قطاع غزة بمنعهم من السفر، من إدخال المساعدات، بإغلاق المعابر، البطالة الكثيرة، منع السكان من السفر
السفر إلى آخره. هذه أمور عايشناها وطبعا ضايقتنا جدا. مستقبل قطاع غزة أسأل الله عز وجل أن يكون مستقبل جيد إن شاء الله. قطاع غزة يستحق أن يعيش حياة كريمة لأنه الشعب حقا يستحق كل خير، لكن أنا أرى أن قطاع غزة الآن هو مطمع للكثير من الناس خاصة الاحتلال وأعوانه. أجد أن التخاذل أصعب شيء عانيناه في قطاع غزة، تخاذل الأمة. نحن كنا نقول في بداية الحرب أن هذه الحرب ستستمر فقط شهر شهرين، لن تتركنا الأمة الإسلامية أخي الفاضل، أكيد لن يتركنا المسلمين نتقطع وتنتهك دماؤنا بكل وحشية، ولكن بكل أسف عايشنا الخذلان. مستقبل قطاع غزة الآن يعني يحتاج قطاع غزة إلى ترميم، وكلمة ترميم تعني إعادة بناء من جديد، ترميم وتشكيل. يعاني قطاع غزة من الكثير من الأمور التي يصعب لنا أن نسردها، لكن آمل أن يكون مستقبل قطاع غزة جيدا. نحن نحتاج إلى برامج لرعاية الأفراد في قطاع غزة نفسيا وأكاديميا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا وطبيا، ومن كل النواحي. الحياة يعني تتطلب بذل جهد، ولن يستطيع قطاع غزة أن ينهض بقوة دون ما يعني الوقوف بجانبه من قبل المؤسسات الداعمة والبلدان التي تملك النخوة تجاه نصرة الملهوف. أنا أرى أن لكن قطاع غزة دائما بعد الحروب ينهض يعني بكل قوة. يعني لربما يستغرب الناس كيف للناس خرجوا من حرب أن يقيموا الأعراس وأن يقيموا موائد الإفطار والسحور ويزينوا الشوارع ويزيلوا الركام بهذه السرعة بأي قوة يمتلكون. ولكن أقول هذه قوة الإيمان. سيعمرون قطاع غزة بإذن الله، سيعمر بإذن الله تعالى. وأنا أرى أنه قد ينظر البعض أن قطاع غزة يحتاج إلى سنوات وسنوات وسنوات لكي يعمر، ولكن أقول سيعمر قطاع غزة بأيدي شبابه قريبا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لقطاع غزة مستقبلا يعني كريما هانئا سالما، اللهم آمين يا رب العالمين. بالنسبة للمساعدات ومستقبل هذه الحرب في قطاع غزة، صراحة تمارس الاحتلال يمارس بروباغندا الحرب. كل فترة يقطع المساعدات عن قطاع غزة، يتحكم في منافذها ومعابرها، هو المسيطر حتى على معبر رفح بكل أسف، هو المسيطر على كل منافذ قطاع غزة، وكأننا في مصيدة وكأننا يعني في خناق أبدي. يتحكم الاحتلال بتفاصيل ومستقبل وحياة أهل الغزيين. هذا عايشناه لسنوات طوال، يعني ليس جديدا علينا. الآن الاحتلال طارة يفتح المعبر، يعلن أمام العالم أنه قد أوقف هذه الحرب، ولكن بكل أسف الحقيقة أن الاحتلال يتفنن من هنا ومن نوافذ أخرى بأن يرهق وينتهك حقوق الغزيين بطريقة أو بأخرى غير مباشرة لتظهر صورته أمام العالم أنه أوقف هذه الحرب، ولكن في الحقيقة أن الحرب مستمرة. هناك تضييق للخناق في قطاع غزة، الناس يجوعون في رمضان، لا يجدون قوت يومهم، حتى المياه الصحية هناك شح في المياه، شرب المياه، يعني هناك شح كبير في الخدمات. المعابر تفتح وتغلق على أهواء الاحتلال ذاته، يدخل يعني بالقطارة كما نقول، يعني قليل جدا من مساعدات لا تكفي سكان قطاع غزة، يعني تكفي لربما إلى شارع من قطاع غزة، ولكن جميع الأحياء لا تكفيها أبدا. هناك بكل أسف يعني سياسة التهديد بأن تعود الحرب ثانية، ويهددون بأن تمارس الحرب بوحشية أكبر، يهددون بإغلاق المعابر ومن ثم فتحها ومن ثم إغلاقها وفتحها، وكأننا في لعبة، وكأن هؤلاء ليسوا بشر ولا يستحقوا الحياة بكل أسف على مرأى ومسمع العالم أجمع دون ما حراك. هذه الحرب كيف ستكون؟ أنا أرى من وجهة نظري أن الاحتلال ليس معني بإكمال
اشتعال الحرب على قطاع غزة هي وقفت صحيح، ولكن يعاني سكان قطاع غزة من تداعياتها والتي لربما تأخذ وقتا ولها يعني صدى ولها تأثيرات سلبية عدة على الغزيين حاضرا ومستقبلا. نسأل الله عز وجل أن تعمر غزة، وستظل قطاع غزة سيظل شامخا رغم عنجهية الاحتلال وغطرسته، لا ولن يهزم بإذن الله تعالى أبدا. نعرف الغزيين بتمسكهم بأرضهم لن يقبلوا بقضية التهجير وما يطرحه الاحتلال من يعني ثرثرة ليست مقبولة وليست عقلانية وليست منطقية. نحن أصحاب هذه الأرض نتشبث ونتمسك بها، لن نسمح بأحد أن يأخذ هذه الأرض المباركة الطيبة. فلسطين للفلسطينيين، فلسطين لكل مسلم، ووجب على المسلمين الدفاع لنصرة المسجد الأقصى ونصرة فلسطين ونصرة غزة ونصرة الملهوف. نسأل الله عز وجل النصرة لغزة، وشكرا لكم والسلام عليكم.